ازاي فكرت تيجي مصر؟ قصة طويلة. وانا عمري 80 وفي كتاب تاريخ برضو شفت الأهرامات الهيروغليفية وبعدين الخط العربي مصر والحاجات يعني القديمة. لو عايزة أعيش في بلد يتكلم عربي، ونزلت بكل ثقة أنا والجوجل مابس وكده وبدور على المطعم، مش لاقية المطعم. فكنت زعلانة قوي لأني مش قادرة أوصل المكان لوحدي. هسأل حد ساعدوني ولقيت المكان في الآخر. ركبتي ميكروباص؟ أيوة. وجنب السواق ولا ورا؟ لا ورا، وكنت باخد فلوس من بتلمي الأجرة. أنا بركب عربية الستات دايما. لو لقيتي راجل داخل عليكي في عربية الستات هتعملي ايه؟ كده هو هيخاف بقى ويمشي؟ ده هيبلغ. أكتر أكلة بتحبيها ايه؟ شاورما انتي فين؟ تعالي. أيوة الفطير. ايه اللي ما بتعرفيش تطبخيه؟ اللي ما بتعرفي كل حاجة. شاطر. هنقسم الموضوع ده 50% هو 50% أنا. 50% هو يطبخ، 50% انت تطلبي. أيوة برافو عليك. لو عايزة تلخصي لي كلمة الونس، إحنا على الحلوة والمرة معاك. اهلا بيكي. اهلا يا ساره. الحمد لله. وانتي؟ عايزاكي تحكي لي قصه او فكره ازاي فكرتي تيجي مصر. قصه طويله. بصي، يعني كان حلم، انا كنت حاسه حلم مستحيل. عشان انا كنت يعني متربيه في مدينه صغيره في فرنسا في جبل الألبس، فظروف مختلفه خالص عن افريقيا هنقول كده. بس من وانا صغيره كنت بحلم صغيره ده لو سن قد ايه؟ وانا عمري 80 صغيره جدا. في المستقبل. 8 سنين. معلش 8 سنين. من وانا 8 سنين كنت بشوف يعني في التلفزيون مثلا كرتون علاء الدين، وكان في ياسمين، وانا كنت بحلم يعني الشبح ياسمين. كنت بشوفها جميلة جدا وأنا مش يعني معقولة. مختلفة خالص. وفي كتاب تاريخ برضو شفت الأهرامات الهيروغليفية وبعدين الخط العربي. دايما لما كنت بشوف حاجة مرتبطة ب يعني الفن الإسلامي مصر والحاجات يعني القديمة بتاع الناحية دي في العالم، كنت مبهورة. بس للأسف ساعتها أكيد ما كانش فيه الإنترنت والسوشيال ميديا زي دلوقتي، فكان لازم تدوري على المعلومات. فممكن أخش إنترنت وممكن أقرأ كتب، بس كان صعب أجيب المعلومات وحتى أتعلم عربي ما كانش متاح ساعتها. أول زيارة ليكي لمصر كانت إمتى؟ 2016. أوكي. مش أسبوع كامل، بس جيت وأنا وصاحبتي عشان نحضر فرح صاحبتين هنا في مصر. يعني كان عندك أصحاب في مصر؟ أيوة، من أيام الجامعة. كانوا هم هناك؟ أيوة. أوكي. ده كان أول نقطة في مصر. 2016 جينا أسبوع كده، شفنا الأهرامات وساعتها ما كنتش بتكلم عربي كويس. كنت بتكلم شامي متكسر، فكان صعب شوية أتعامل مع الناس. بس رجعت حياتي في أوروبا وكملت واشتغلت. وبرضو إحنا يعني لازم أحكي لك عن قصة تعليم العربي، عشان ده يعني ما شاء الله في العربي. ميرسي. شكرا. وبعدين انتي كمان بتتكلمي وتكتبي، وده أيوة. ده حاجة أحسن كمان، لأن في ناس كتير قوي ما بتعرفش تكتب. يعني أنا اتفاجئت. الكلام أسهل من الكتابة بالزبط. أكيد. بس عايزة أكتب أكيد. يعني أنا أقصد إن انتي تعلمتي صح. تعلمتي بقى فين أو تعلمتي إزاي؟ بدأت وأنا كنت في جنيف في سنة 2012. جيت جنيف عشان تدريب، وفكرت ساعتها جنيف مدينة دولية، وبدأت أتعلم عربي 2012. ولقيت مكان وبدأت بالفصحى أكيد. وبعدين لما يعني
رحت مكان تاني عشان الشغل وكده بس الفسحة كملت. ده صعب عليكي صح؟ بس الأساس مهم يعني مفيد جدا عشان في بيز يعني قوي طبعا أبني عليه اللهجات. بعد كده هنقول هيبقى أسهل، الموضوع هيبقى أسهل. أنا حاسة كده. والنطق برضو. طيب اما جيتي هنا بقى مصر، شايفة الناس بتعاملك ازاي؟ وفي خلينا في اللي فيه الأول. في ناس لما يشوفوني يعني بيضة وكده بيكلموني على طول بالإنجليش، وأنا بزعل شوية عشان حتى لو رديت بالعربي بيكملوا بالإنجليش. أوكي. وأنا بحاول أقول خلاص احكي لي بالعربي. بس في صدمة كده في دماغهم، مش قادرة، مش مصدقين بتتكلمي عربي. ممكن ممكن في الأول، بس بعدين بيتعودوا بتمشي. طيب والفي التاني؟ والتاني دايما في حد بيساعدني. مثلا نزلت أول يوم جيت مصر المرة دي في أول 2024 كنت معزومة على عيد ميلاد صاحبتي في مطعم معين. ونزلت بكل ثقة أنا والجوجل مابس وكده وبدور على المطعم ومش لاقية المطعم. فقلت لا مستحيل، جوجل بيقول هنا بس ما كانش موجود. فكنت زعلانة قوي لأني مش قادرة أوصل للمكان لوحدي. أنا متعودة أعمل كل حاجة لوحدي. إحنا في أوروبا كده. فبعد 10 دقايق وأنا بمشي أرجع كده قلت هسأل حد. فسألت مرتين على فكرة، بس ساعدوني ولقيت المكان في الآخر. بس كان صعب جدا أسأل في الأول، ما كنتش متعودة خالص. أنتي مش متعودة تطلبي المساعدة؟ كنت مكسوفة وكنت هنقول إيه قلقانة embarrassed. عشان المفروض أعمل يعني أنا كبيرة وعشت في أماكن كتيرة وليه مش لاقية المكان. عارفة إن إحنا هنا في مصر بقى العكس خالص. إن الناس كلها هتساعدك حتى لو أنت مش عايزة حد يساعدك، أو من غير ما تطلبي. ممكن هم لما شافوكي راحة جاية أو شافوا وشك إن أنت مثلا محتارة مش عارفة تتصرفي، هم نفسهم هيعرضوا عليكي المساعدة. صح؟ أنا اتعودت على ده دلوقتي، فده بيديلي صدمة ثقافية وأنا راجعة أوروبا. أنا أسأل ناس كتير وبيتفاجئوا وبيزعلوا، يعني ليه تطلبي؟ يعني لا يعني تعودتي على الطبع بتاعنا. أنا عارفة إن أنتي شاطرة في العربي، فهقولك كم كلمة كده أختبرك بيهم. لو قلتلك أنتي أروبة معناها إيه؟ مش عارفة. صح. مش هكدب عليك. معلش شوية، ما تقعدي شوية هتعرفي. طيب لو مثلا حد قالك انتي قرارة؟ لا مش عارفة. لو انتي في خناقة في الشارع وحصلت مشكلة، هقولك برضو كم اختيار وانتي تقولي هتعملي ايه. هتكبري دماغك؟ لا. ايه هتكبري دماغك يعني ايه؟ قلقانة قوي لا كده. مش دي. طيب ولا هتقولي له كلمتين يوجعوه؟ انا هقول الحقوني بس. يعني انتي بتهربي. طيب انا شفتك وانتي بتركبي توك توك. ركبتي ميكروباص؟ ايوه بجد. ايوه بجد. كرسي ولا اتنين؟ بس كنت مع صحابي مش لوحدي. وجنب السواق ولا ورا؟ لا ورا. مش جنب السواق. مش الكرسي اللي هو جنب الباب بيتقلب؟ لا الكنبه اللي ورا. انا كنت قاعده ورا. وكنت باخد فلوس من بتلمي الاجره. ركبتي مترو عربيه الستات؟ انا بركب المترو كتير على فكره. والله؟ ايوه. بس العربيات العاديه مش عربيه الستات. انا بركب عربيه الستات دايما عشان في زحمه اقل. وكلنا مبسوطين يعني في نفس العربيه. لو لقيتي راجل داخل عليكي في عربيه الستات هتعملي ايه؟ كده. فهو هيخاف بقى ويمشي؟ ده هيبلط. انا عرفت عربيه الستات زحمه ليه. هسألك على الرجل الشرقي او الرجل المصري يعني تحديدا. انت شايفه ان هو رجل لطيف في التعامل مع الستات، لطيف في التعامل معاكي؟ زي في كل العالم وفي
يعني طيب. مش الشرط يبقى من الشرق أو من الغرب يبقى كويسة ولا مش كويس. المشكلة جاية من التعليم. أنا حاسة إنه من الأول الرجالة ما يتعلموش يعبروا على مشاعرهم ويكونوا حساسين، ودي مشكلة في كل الحياة وفي العلاقات معنا ستات. إحنا متعودين يعني نتكلم عن مشكلتنا مع صحباتي وكده، بس الرجالة كله بيفضل جوه. ولما يطلع في يعني بيبقى غضب، صدمة. أيوة في غضب، بيبقى عنده غضب. أعتقد أنتي كواحدة أجنبية وجميلة وفي مصر بتلاقي معاملة لطيفة يعني صح؟ أنا لطيفة ولطيفة بكتير بزيادة. في دلوقتي برضو اللي بيقولك الريد فلاجز في العلاقة. ايه الحاجة اللي لو لقيتيها في الراجل هتجري؟ أنا شخصيا طبعا سؤال جميل. لو ما في كومبرومايز، مش عارفة الكلمة بالعربي كومبرومايز، يعني مش عارفين نعمل موائمة، بس أنا مش عارفة تقصدي في إيه، في كعلاقة مع بعض؟ لا، ولا تقصدي تفاهم؟ ممكن تفاهم. ممكن أنا مثلا بحب الفن جدا، فعايزة أروح افتتاح وأنا عايزة الراجل اللي أنا هختار يبقى معايا، بس هو مش بيحب الفن كتير. فممكن هيقول لي لا أنا مش عايز الفن، مش بتاعي، بس إحنا مع بعض، فإزاي مش هتيجي مرة مرتين عشان تشجعيني؟ المشاركة. أيوة المشاركة. وهو ممكن بيحب الرياضة وعايز يتفرج على مباراة وأنا مش بتاع الكرة، بس أنا هروح عشان خاطره. طيب لو الراجل من راجل شرقي غار عليكي هتعملي ايه؟ يغير مع السلامة. مع السلامة. مع السلامة. بالمواصفات اللي انتي بتقوليها دي، شايفة انك ممكن تتجوزي رجل مصري؟ الجنسية مش مهمة. المهم اللي جوه. بس هو الراجل المصري غيور عصبي. وفي ناس تانيين في بلدان مختلفة زي من نفس الشخصية. إجابة دبلوماسية. طيب عايزة فيما يخص الأكل، أكتر أكلة بتحبيها إيه؟ أنا عارفاها بس عايزاك تقوليها. شاورما. انتي فين؟ تعالي. الشاورما، استني بس أعمل لك اختبار. الشاورما السوري ولا المصري؟ العيش الصاج ولا الكايزر؟ خلينا في الشاورما كده. حسب المزاج. طيب يعني المزاج لما بيكون ايه بتاخدي ايه؟ لو عايزة حاجة تقليدية كده أروح أبو هيدر. لو عايزة حاجة أنا مستعجلة أروح الساج مثلا. العيش الصاج ده وانتي مستعجلة. اوكي. طب الشاورما المصري ولا السوري؟ ولا انتي لحد دلوقتي مش عارفة الفرق؟ أنا طالما الشاورما باللحمة أي جنسية ما عنديش مشكلة. بس مش فراخ. مش بتفرق معاكي الجنسية في الشاورما؟ ولا في الجواز ولا في الشاورما؟ دي حلوة قوي. ايه تاني غير الشاورما؟ جربتي فول طعمية؟ فول وطعمية بس للأسف معدتي. طب جربتي ايه في الفول؟ جربتي فول بالبسطرمة؟ فول بالقشطة؟ لا، فول جربتي فول واحد انا واثقة. أيوة. ايه بقى؟ الفول جوه بالزيت؟ ايوه زيت، وفي حر برضو صعب. فطير مشلتت. ايوه الفطير، وفي العسل الاسود عليه. حلو. لا هي حلو. مصريه. السكالانس عامل معاكي ايه؟ الايه؟ سكالانس. ايه ده؟ لا تروحي تسالي عليه بقى. سكالانس؟ مش عارفه. تخرجي من هنا تروحي تقولي انا عايزه سكالانس. هو عامه حاجه مسكره، يعني حاجه طعمها حلو. اوكي. انا مش هقول لك السر. مش هقول لك كل حاجه. مش. لو في هنا عاده غريبه في مصر، ايه اللي انتي اما جيتي برضو استغربتيه كعاده غريبه؟ استغربت كذا مره لما الناس بياكلوا على شنطة العربية في الشارع. ومبسوطين، يعني الموبايل هنا، نحط مزيكا، ناكل سوا، نتكلم أو حتى بيفتح الشنطة وعودوا عليه لا هي دي استغربتيها؟ انت شفتيه ساعات بيحطوا على سقف العربية؟ استغربتيش دي؟ ما شفتيهاش؟
القهوة يعني كده. أنا بحبها قوي. عايزة أقف دايما لما إحنا في المحور وشايفة عربية زي دي، أنا عايزة أقعد يعني برا وأشرب القهوة كده. طب أنتي ممكن تعملي كده؟ أنا جربت أكتر من مرة. على الشنطة وعلى سقف العربية وكده. لو سألتك على الأكل إيه اللي ما بتعرفيش تطبخيه؟ اللي ما بتعرفي كل حاجة. شاطر. مش هتتجوزي مصري ولا غير مصري. لا أنا ليه هتعب نفسي عشان لما أنا ممكن أجيب حاجة جميلة من المطعم جاهز. طيب لو عندي ضيوف ماشي أنا هطبخ بكل سرور، بس وأنا لوحدي مش عايزة أعمل حاجة تانية بدل ما أقعد وقت كتير وأطبخ. طب لو أنتي زوجة هتطبخي ولا هتطلبي؟ هنقسم الموضوع ده 50% هو 50% أنا. 50% هو يطبخ 50% أنتي تطلبي. أيوة برافو عليك. مين بقى اللي هيدفع؟ ماشي مين اللي هيدفع عشان ده سؤال مهم جدا. وإحنا متجوزين ولا إحنا بنعمل ديتينج؟ لا وإنتوا متجوزين. حسب مين بيشتغل. لو بنشتغل إحنا الاتنين ونكسب نفس المرتب فهندفع إحنا الاتنين. أنا شايفة كده. هو أنتي ممكن تكوني متجوزة حد ما بيشتغلش، ممكن مثلا هو مش بيشتغل لظرف أو لمشكلة الشغل بتاعه وقف، هتعملي إيه؟ أنا لحد ما يلاقي شغل تاني هساعده. هتصرفي على البيت بشكل إحنا متجوزين في الحياة الجميلة والحاجة الوحشة. فالمفروض أنتي عروسة جميلة. تعلم بس شوية طبخ والدنيا هتظبط. إن شاء الله. الأصحاب في حياتك عاملين إيه؟ الحمد لله كويسين. لا مش عاملين إيه. أخبارهم إيه؟ لا يعني بقى عندك هنا أصحاب في مصر عندك؟ أيوة أكيد كتير. أيوة بس أنا اتعرفت عليهم بطرق مختلفة يعني. ومثلا واحدة صاحبتي من اليمن تعرفنا على بعض في العباسية مثلا، كنا عايدين ومستنيين ساعات فبدأنا نتكلم وبقينا أصحاب. وعندي مثلا ناس تانيين من حفلات، ناس تانيين من سوشيال ميديا برضو. عايزة أسألك برضو بما أن أنتي دلوقتي على السوشيال ميديا بشوف لك حاجات جميلة انتي بتصوريها، بتنزلي مواقع وبعدين بتنزلي أماكن مختلفة. يعني من أول ما قلنا من أول التوك توك والشارع والحارة، أنا مش عارفة برضو عملتي الموضوع ده إزاي، لغاية ان انتي بتروحي متاحف وبتتكلمي عن لوحات ومش عارفة إيه. انتي مخططة لنفسك تكملي في المجال ده؟ أنا لقيت طريقة أعبر عن نفسي وعن الحاجات بحبها قوي. فنفسي أكمل فيه ونفسي أشتغل فيه برضو. وشايفة إنه يعني البودكاست بتاعي أورينت إكسبريس بدأ من وأنا عايزة أوصل فكرة متفائلة عن العالم العربي. أيوة عشان للأسف الأخبار معظم الأخبار السيئة وحروب وكده، والناس خايفين من اللي مش فاهمين البعيد. أيوة. فمن خلال الفن إحنا شايفين إنه كلنا عندنا نفس الحلم، نفس الإيه؟ الحلم أحلام. أنا افتكرت حلوم هموم، عارفة ما لا نفس الأحلام. عايزين نحب، عايزين لا وأنا عايزة أقول إن الخطر والمشاكل في كل حتة. يعني هي مش في منطقة معينة، سهل جدا تلاقيها على اختلافها من مكان للتاني. صح. عايزة أقولك برضو عن الست المصرية، نفسك يبقى فيها إيه أو حاسة ناقصها إيه؟ ناقصة إيه؟ محتاجة إيه؟ ناقصة إيه؟ عايزة إيه؟ زي كل الستات في العالم أنا حاسة محتاجين ثقة في نفسنا أكتر. حلو قوي. للأسف إحنا على طول عايزين الناس حوالينا يبقوا مبسوطين، فإحنا يعني نعمل ده. وكان يعني في كونسبت اسمه المنتال لود، يعني لما تشيلي هم في دماغك. فالستات كلنا عندنا احنا كمان الستات اكتر من الرجاله اللي هو اوفر ثينكينج، هم على طول بيفكروا. أيوة. لدرجه ان معدل الاكتئاب في الستات اعتقد دبل الراجل.
يعني لان من كتر ما هي بتفكر دي حاجة كويسة إن أنا نفكر كتير، وحاجة سلبية عشان في overthinking. بس إحنا عايزين بنفتكر عيد ميلاد مين، وهنظبط وقت الكريسماس ووقت رمضان وكل العام ده عندنا. دي حاجة كويسة عشان دي أساسية العلاقات. بس في نفس الوقت تقيل قوي، وإحنا بنشتغل في الحياة الاجتماعية، يعني شايلة مسؤولية كبيرة. أيوة. هل المجتمع أو هل الناس اللي حوالين الست بيثقوا برضو فيها؟ يعني ده سؤال تاني. أنا بثق في نفسي أو لأ، لكن هل الآخر أو هل المجتمع حوالي بيثق فيا؟ شايفة كده؟ أوكي، المشكلة في مجتمعاتنا إحنا لازم نعمل نفسنا وإحنا عندنا ثقة، عشان الناس التانيين بيردوا. يعني بداية من عندي. أيوة. لو أنتي في منصب، تعرض عليكي منصب هنا في مصر، هيكون في مجال إيه؟ وهيكون شايفة لمصر ولا حاجة في فرنسا بتمسيها هنا في مصر؟ أنا نفسي أبقى كوبري بين ثقافتين. فنفسي أكون مثلا سفيرة ثقافة، عشان أجيب جزء من مصر وجزء من فرنسا، وبنكتشف الوراثة والحاجات الجميلة من الناحيتين، ونعمل يعني حاجة حلوة قوي. تحبي تكوني في مؤسسة إيه؟ يعني هل هي يعني مثلا تبقي في وزارة الثقافة في مصر في حاجة معينة، وزارة الثقافة، ولا هتعملي انتي حاجة مؤسسة بتاعتك انتي؟ ممكن يعني تحبي تبقى تبع حاجة حكومة أو تبع حاجة وزارة أو تبع دولة، ولا عايزة انتي يبقى لك خيالك هو اللي يبقى شغال وفكرك وانتي اللي ممكن هيبقى حاجة خاصة، عشان عايزة أجيب ناس من الحكومة، ناس من البرايفت سيكتور، ناس من المجتمع، عشان نستفيد من كلنا، من كل ده. لو حصل لا قدر الله مشكلة أو أزمة في مصر، هتسافري على طول؟ هتستني شوية؟ هتفضلي قاعدة معنا؟ أنا ليه عايزة أهرب؟ لو في مشكلة كلنا هنبقى في مشكلة، فخلينا نساعد بعض ونشوف الدنيا تمشي إزاي. لكن ساعتها مش هتحسي إن أنا دي أصلا مش بلدي وأنا قاعدة فيها ليه ومحتاجة أسافر؟ حتى في فرنسا في ساعات مش حاسة أنا في بيتي. يعني لما تسافري وتعيشي في بلاد مختلفة، أنتي بتاخدي جزء من كل بلد، وفي الآخر أنا حاسة أوكي مش بلدي، وفرنسا مش بقى بلدي من زمان، مش عايشة فيه، بس في جزء وفي الناس، والناس اللي مهمة دلوقتي. يعني هتكملي معانا؟ أيوة. وعد. لو عايزة تلخصي لي كلمة الونس أو عيشتك في مصر في وسط المصريين، تقولي عليها إيه؟ فكري كويس. في تعبير جميل جدا بيقول إحنا على الحلوة والمرة معك. الله. والتعبير ده فعلا حياتي في مصر. يعني انتي بقيتي مصرية. انا اديتك الجنسية خلاص. بصي انا سعيدة جدا ان انا كنت معاكي النهاردة. انتي قصة وتجربة مختلفة، وفكرة ان عندي شغف في شيء وحققته. الفكرة ده صعب، يعني مش اي حد يبقى بيحب حاجة وقادر يحلم بيها وبيحققها. فانا مبسوطة بيكي كمثال ان من حقك تحلم، وسهل جدا انك تحقق. هتقابل مشاكل بس في الاخر هيحصل ايه؟ تبقى زي امي كده هتوصل. ميرسي يا سارة، مبسوطة جدا. انا مبسوطة جدا. شكرا. باي باي. باي.